ضربة زاوية لحسنية أكادير. ياسين البساطي في التنفيذ، لعبت الكرة بالراس. هو الأول، هو الافتتاحي في البطولة الوطنية، هو الأول في الدوري المغربي الاحترافي لكرة القدم موسم 2015-2016 من راس المبدع، من راس اللاعب الكبير اسمه عبد الحفيظ ليركي. هدف ل0 في الدقيقة 33. ضربة زاوية لعبت كما يجب، تحولات بالراس، وجدت ليركي في القائمة الثاني يضعها في مرمى الحارس ياسين الحاد. هذا الهدف الأول في مباراة الحسنية وشباب ريف الحسيمي. سعادة لا توصف لمناصريها الحسنية. لاعب من طينة ابراهيم البزغودي، تقول ما شاء الله ما زال الخير في الكرة الوطنية، ما زال الكرة ليركي. نسخة مكررة للهدف الأول، جات من اليمين وجدات الأمين نور الدين القرش في المتابعة معلنا عن الهدف الأول في المباراة. 2-0 الأول للقرش والثاني للحسنية. 2-0 لحسنية أكادير من كرتين الحسنية. ينجح في بلوغ مرمى الحارس ياسين الحاد لتصبح النتيجة 2-0. كرة ممتازة جدا، تلعبات من اليمين كيف ما جات ومررها في القائمة الثاني. تغيب الرقابة، ضعف الرقابة الدفاعية. هو اللي سجل الأول وهو اللي صنع الثاني، اسمه عبد الحفيظ وكنيته ليركي. بنانية، عبد الكريم بنانية وفهد الأحمدي. عبد الكريم بنانية يبحث عن هدف أول للشباب في هذه المباراة. مناصر وشباب ريف الحسيمي يبحثون عن هدف يعيد ناديهم للمباراة. ضربة جزاء بنانية في التنفيذ. هدف أول عبد الكريم بنانية يسجل الهدف الأول في المباراة لتصبح النتيجة 2-1. شباب ريف الحسيمي يدين كثيرا لرضوان الكروي بصناعته لكرة، منحت ضربة جزاء جسدها لهدف لاعب من قيمة عبد الكريم بنانية. نتيجة 2-1 على بعد دقيقتين ونصف عن نهاية الجولة الأولى من قمة الحسنية وشباب ريف الحسيمي.